السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا وحشتوني جدا جدا. وطبعا من القلب للقلب اكيد انا وحشتكم طبعا، بس انتوا عارفين انا بتأخر عليكم الايام دي، معلش اعذروني. انا النهارده كان عندي اكل، فطبعا قمت اشوف اللي ورايا بقى، اشوف اليوم اللي بيبقى عندي اكل فيه بشوف هعمل ايه تاني. طبعا اول حاجه قلت اشغل الغسالة، كان عندي غسيل. فقلت اشغل الغسالة، وبعد ما اشغلها بقى قبل ما تاخد الدورة بتاعتها وكده وتعصر وتشطف، اكون انا هعمل ايه معاكم تاني. طبعا احنا عارفين ان احنا الايام دي بقى الغسيل لازم تغسلي، وتخلي بالك بقى في الايام اللي فيها شتاء علشان خاطر غسيلك ما يتغرقش لو انت ما عندكيش ستاره. تمام، انا هنا كنت حطيت الغسيل بتاعي وظبطت الغساله وسبته يشتغل. كنت كمان اللهم بارك، كان يعني كنت جايبه كميه الطماطم دي. لقيت الطماطم دي يا جماعه ب5 جنيه. عايزه اقول لكم تحفه وفرصه. فطبعا انا بحب افرز الطماطم جدا. الوقت اللي مبقاش عندي فيه طماطم متفرزه بحس ان انا متضايقه جدا، لما غلت فجاه وانا ما كنتش مفرزه طماطم فانا كنت متضايقه. انا بقى بحتاج ان انا افرز طماطم حتى لو هي رخيصه بفرزها، علشان انا مش بقدر انزل كل شويه اشتري، وجاي عليكي الشتاء. طبعا ده احسن وقت، لقيت الطماطم سعرها قليل، فرزي عشان جاي عليكي الشتاء ومش هتقدري ان انت تنزلي تجيبي. طلعي من الفريزر واعملي على طول. فاهمين؟ زي ما انتم شايفين انا كنت غاسله الطماطم دي كده كويس جدا بالواحده، وحطها في المصفى زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم انا جبت الكميه دي الحمد لله رب العالمين، هتنفعني كويس قوي. عشان الايام الجايه انا بقى هبدا تجهيزات وتفريزات كده، عشان انا الشهر الجاي محتاجه بقى حاجتي تبقى موجوده في البيت. علشان انتوا عارفين انا داخله على مناسبه، ادعولي بقى كده. فيعني ابتديت اول حاجه بالطماطم، وقلت اشوف ايه الحاجات التانية اللي انا هقدر ان انا هقدر احضرها، هعملها معاكم. طبعا انا ما بعملش حاجه خالص فيها غير ان انا غسلتها وحطيتها في مصفى، وبشيل الزر بتاع الطماطم واقسمها نصين طبعا عشان تشوفيها. عايزه اقول لكم هي كانت قلبها احمر ما فيهاش اي حاجه. وحتى لو في حاجه بسيطه جدا بتشيليها في ايديكي، انا ذات نفسي ما بحبش اي حاجه في الطماطم بشيلها في ايدي. فاهمين؟ يعني بصوا كانت جميله وكميتها حلوه. وعايزه اقول لكم الحاجه في البيت بركه ونعمه، يعني هتنفعكم جدا. وانا شايفه ان الطماطم سعرها نزل. انا صراحه وما قدرتش استنى اكتر من كده لما لقيتها ب5 جنيه. فجبت يعني وعملت الكميه بتاعتي عشان انا ورايا تجهيزات تانية هعملها. وخلاص هانت فاضل لي اسبوعين 3 يعني. فلازم ان انا اكون حضرت حاجتي كلها زي ما انتم شايفين. انا ما بعملش فيها حاجه غير ان انا قطعتها اهي زي ما انتم شايفين، هكمل الكميه كلها وارجع اوريها لكم. بصوا بعد ما عملت الكميه كلها بسم الله ما شاء الله، خدت معايا الحله، اكبر حله ستانلس. عايزه اقول لكم ما تقوليش دي عاليه وهتبهدل الدنيا والفرن على البوتاجاز، لا خالص. عايزه اقول لكم بمجرد ما تغلي هتبتدي ان هي تهبط وتنزل، يعني ما تقلقيش. كميه عشان يعني كبيره ما شاء الله، فانا هحط لها 3 كوبايات ميه علشان هي كمان هتنزل ميتها. لو كميه قليله بحط كوبايه، ساعات كوبايتين، كده على حسب انت عينك ميزانك. زي ما انتم شايفين انا الاول كنت بعمل الطماطم اجيبها واغسلها واعصرها واصفيها واحطها، لا دي كانت متعبه جدا ومش حلوه خالص. الطريقه التانية دي، الطريقه دي كويسه جدا جدا. بصوا كل ده هيهبط كده مش هيبقى فيه اي حاجه. بصوا بعد ما ابتدت تغلي بقى، بصوا ابتدت ان هي تنزل ميتها. عايزه اقول لكم انا مش قادره اقول لكم انا فرحانه بشويه الطماطم دول قد ايه. يعني حاسه ان انا كده راحه نفسيه، والله حاسه براحه نفسيه بجد. طماطم انت بتحطي الطماطم دي بتنفعك، بتطلعي كيس صلصه، بتعملي كيس مكرونه. لو انت يعني خلاص محتاره في اي حاجه، مش بتنزلي بقى وتبعتي في الشتاء ولا تنزلي تجيبي، ولو ما عندكيش حد يشتريلك طبعا بتتبهدلي. بصوا ابتدت بقى ان هي هتغلي معايا بقى وتتسلق. تمام، بصوا بقى المنظر الجاي ده. بصوا بقت عامله ازاي. انا مرضيش طبعا ان انا اطول عليكم الفيديو. عايزه اقول لكم اتسلقت والقشره كلها اتشالت وبقت بسم الله ما شاء الله. هي كده كانت خلاص خلصت معايا. عايزه اقول لكم الطريقه دي مش بتاخد وقت خالص. الطريقه التانية بتغيب معاكي والخلاط بيبقى عليه ضغط، بتصفيها وتبقى هي لسه ببركتها. لكن كده بتبقى القشر بتاعها قليل. فاهمين؟ انا هنا طبعا كانت خلصت معايا الطماطم زي ما انتم شايفين. طبعا مش هعمل فيها اي حاجه خالص خالص زي ما انتم شايفين، غير لما اسيبها تهدى وتبرد. انا كانت لما توصل معاكي المرحله دي، ده بقى ان انت تطفي عليها عشان تبقي عارفه. سيبيها بقى تهدى خالص، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه تاني. شايفين وصلت معايا طبعا بعد ما بردت اهي معايا خالص خالص خالص. ممكن تسيبيها لتاني يوم عشان لو الكميه كبيره مش هتبرد مره واحده. طبعا ما ينفعش تعمليها وهي سخنه. لو عندك هاند بلندر متوفر
اعملي بيه. ما عندكيش الخلاط والدنيا تبقى تمام وزي الفل، ما توقفيش نفسك على اي حاجه. انا عشان متوفر عندي الهاند بلندر ضربت، وكان ممكن اعملها في الخلاط برضو عادي، مش هتفرق. عادي، هي نفس النتيجه. رحت ضربتها بالهاند بلندر. وبعد ما طبعا ما بضربها كويس، سواء بقى بالهاند بلندر او في الخلاط، بتبداي بقى ان انت تصفيها. عايزه اقول لكم ما بتطلعش قشر كتير طالما عملتيها كده، وتبقى كميتها كويسه جدا، وبتبقى ببركتها قوي عشان تبقوا عارفين. انت بقى طبعا كميتك على حسب ايه ما انت بتستهلكي، عارفه مقدار الكيس اللي انت بتطلعيه تطبخي بيه او تعملي بيه المكرونه او فانت على حسب كميتك، على حسب استهلاكك. حاولي استغلي الظروف واستغلي الوقت، الحاجه اللي تبقى رخيصه اعمليها. خضار بقى، طماطم، كل حاجه. الشتا جاي عليكي شهرين 3، الشتا دول مش هتقدري ان انت تنزلي تشتري اي حاجه ابدا. لما حاجتك تبقى متوفره في بيتك، تسحبي من الفريزر. وعايزه اقول لكم بتبقى البيت طول ما في حاجه وفي خير بيبقى كله بركه، وما بتشيليش هم حاجه. الطماطم لما غلت بقى ب20 جنيه وب15 جنيه وب25 جنيه، كنا غصب عننا بنجيبها بنطبخ بيها، عشان احنا، انا واحده من الناس كانت اول مره تحصل معايا عشان كنت فتره تعبانه. سهى عليا خالص ان انا افرز الطماطم، يعني ما بصيتش ان هي خلصت من عندي. فطبعا ما صدقت ان الفرصه جت. فانت حاولي اليومين دول الطماطم رخيصه، استغلي الفرصه واعمليها. يا رب كده تكون وصفتي خفيفة على قلبكم وعجبتكم. استنوني بقى في التحضيرات الجاية. ما تنسونوش بقى كمان في اللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، بجد بجد يا جماعة. انا مستنية منكم الدعوة الحلوة قوي 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 الايام دي، علشان خاطر انا محتاجاها قوي، وان شاء الله توصلني من قلبكم لقلبي. ما تنسونوش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي. دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.